أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج مصري جريء. النهاردة هنتكلم عن موضوع بيخص معظم السادة المشاهدين وهيفيد معظم البيوت حاليا. معانا في ضيافتنا الأخصائية الأستاذة نصرة أحمد عمر. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. أيضا معانا الأخصائية سارة سيد، أخصائية التأهيل الشامل. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. في البداية بس عايزين هنوجه كلامنا للأستاذة سارة، عايزين نعرف معنى كلمة التأهيل الشامل. التأهيل الشامل هو مفيد جدا. هو 4 حاجات، يعني تدليك، فوطة نارية، وإبر سنية، وحجامة. حجامة، تمام. ده كله بيندرج تحت كلمة التأهيل الشامل. طبعا. تمام. ممكن ناخد جزء كده، وهنبدأ يعني مثلا بالحاجات الشائعة زي التدليك مثلا. تمام. التدليك دوت بتستخدمه مثلا في زيوت معينة ولا مثلا أي زيت متوفر؟ لا، بيبقى زيوت حلوة، يعني في زيوت بتسخن الجسم زي زيت الزيتون، زيت حبة البركة، هم كويسين ومفيدين جدا. في زيوت طبعا تانية على حسب جسم الإنسان، يعني تمام. كل على حسب جسم المريض اللي بيجي بيشتكي بحط له الزيت المناسب ليه. حلو قوي. التدليك بقى في منه انواع، يعني انا بشوف على المواقع وكده. تمام. الناس بتشتغل بايديها، ناس بتشتغل بالات، الات خشب، الات حديد. بشوف ناس بتشتغل باجهزه. تمام. عايزين نعرف برضو يعني ما في تدليك استرخائي وفي علاجي. حلو قوي. الاسترخائي اللي هو المفروض اللي هو المساج العادي، صح؟ ايوه. اللي هو ما عندوش حاجه بيعمله يعني. تمام. العلاجي بقى على حسب ما المريض بيشتكي، مثلا في حته في الفقره بتوجعه، في عنده انزلاق غضروفي، في عنده ايا كان، فبنحاول نشتغل على المنطقه اللي هو بيشتكي منها دي. طيب لعيبه الكوره بقى والرياضيين، انا بشوف بقى يعني تقريبا التدليك دوت بيكون رقم 1 عندهم. طبعا، يعني مفيد جدا لعيب الكوره. يعني حلو، بينشط الدوره الدمويه اولا دي، فهي مفيده جدا، بتعمل عمليه استرخاء للعضلات. تمام. فكل لعيب الكوره بيستخدموها. تمام. ندخل بقى على الشق الثاني اللي هو الفوطه الناريه. عايزين نعرف برضو، يمكن انا عارف برضو بس لازم اوضح كل شيء للساده المشاهدين والمتابعين يعني في برنامج مصري جريء. ايه هي الفوطه الناريه؟ بتتكون من ايه مثلا؟ هي من عده فوط بتتحط على فوط عاديه زي اللي احنا بنستخدمها؟ لا هي لازم يكون كل قطن. يعني نوع قطن. لازم يكون قطن خالص يعني. وبيتولعوا بيتحط على المريض وبنحط فيه نسبة مية وسبيرتو، وبيحل مفيد جدا للجسم، يعني مفيد جدا للعضلات. تمام. التشنجات اللي بتيجي حلو لبرودة الرحم جدا. الناس السيدات اللي عندها في برد في الرحم فمفيد جدا. مفيد في بعض الاشياء، يعني بيهدي الاعصاب. فدي حاجات يعني هي كويسه، مفيده جدا جدا مع التدليك يعني. طبعا. وانا بحضر الحلقه شفت طبعا بعض الصور، ناس عاملين على الظهر اللي هو الفوطه الناريه. أيوة. ناس عاملين على الرجل، لدرجه شفت ناس عاملين على الراس. تمام. فهل هي بتتعمل على اي مكان عادي يعني؟ بتتعمل على الظهر وعلى الصدر البطن، لان هي اصلا بتوسع الشعب الهوائيه. كويسه جدا. كويسه للظهر، الفقرات كلها. فهي بتسكن الالم بشكل عام يعني. تمام. زي ايام زمان كده، لما كان الام كده تحط لنا زيت وتحط لنا عليها يعني زي جرنان كده، وبتدفي الحته دي. هي دي زيها بالظبط كده. بس الفكره بتاعتها ان هي برضو يعني بتسحب الالم شويه. جميل جدا طبعا. بتسكن الالم. هو مش بتسحبها، هي بتسكنها، بتطلع الرطوبه من الجسم. يعني لو في رطوبه في الجسم فبتطلعها. طيب جميل جدا. كده التدليك والفوطه الناريه مرتبطين ببعض. يعني احنا مثلا لو جالك مثلا مريض او حاجه، بتقرري ازاي انك هتعملي له ده او ده؟ على حسب ما هو بيجي، على حسب الشكوى اللي هو بيشتكيه. طب هل يعني برضو في سؤال، علشان في ناس كتير جدا بتهاجم موضوع التأهيل الشامل والحجامة. تمام. في تواصل بينكم، في لينك بينكم وبين الدكاترة، ولا اللي بيجي لك اتفضل نام بنشتغل عليه وخلاص بطريقه عشوائيه؟ الدكاتره دي رقم 1. زي الطبيب وزي الممرضه بالظبط. ما يقدروش يستغنوا عن بعض. لازم يكون في توصيات من الطبيب. اطباء برضو علاج طبيعي. برضو لازم هم اللي يدونا اوكي، يعني هم اللي قلنا ده النظام لازم ماشي ازاي. انك هتعملي تدليك، هتعملي فوطه ناريه، هتعملي كذا. فهو ده لازم اساسي طبعا. الطبيب رقم 1. يعني احنا بنساعد بعضينا. انا برضو باكد على الموضوع ده يا جماعه، عشان لقيت فيه لبس كتير وكلام كتير طبعا
ومعظم الفقرات بتاعتنا النهارده اخصائيين تاهيل شامل حجامه وتاهيل بدني وحركي، تمام. ف يعني هم ما بيعملوش حاجه او ما بيعملوش جلسه غير من خلال ارشادات طبيب، او يكون البيشنت اللي جاي لهم خلاص هو محتاج فعلا ان هو يعمل تدليك او يعمل حجامه، تمام. فبنأكد قوي على النقطه دي، تمام. هو لازم الطبيب هو اللي بيدينا، يعني لو في حد عنده مريض سكر مريض ضغط لازم هو اللي يظبط لنا كل الموضوع ده. يعني لازم المريض هو يكون متابع مع دكتور يظبط لنا السكر، يظبط لنا الضغط، لو يعني في سيوله عنده لازم يكون طبعا يظبطها، وبعد كده بيجي لنا. يعني كمان لما البيشنت بيجي لك بتساليه عندك سكر عندك ضغط وبتقيسي طبعا ليه الكلام ده نشوف كله؟ السخونيه عنده اخباره ايه، لازم عشان ما ينفعش نشتغله في سخونيه. لازم نشوف السكر. انا عندي جهاز سكر وجهاز ضغط يعني عندي كل حاجه مجهزه هناك في المركز، عشان لازم المريض لازم نقيس له بالحاجات دي. طيب ما ينفعش انا اشتغل كده من غير ما اعرف عنه اي حاجه، افرض عنده سيوله يحصل له نزيف. بالظبط، حلو قوي. يبقى لازم تعليمات من خلال الطبيب طبعا، ومتابعه معاه برضو في البدايه قبل ما خصوصا في موضوع الحجامه، صح؟ طبعا طبعا. طيب في ناس كتير طبعا بيشوفوا صور الحجامه وبيشوفوا الفيديوهات طبعا منتشره كتير على مواقع السوشيال ميديا، بيشوفوا دم وبيشوفوا تشريط وبيشوفوا حاجات زي كده. عايزين نفهم ايه القصه بتاعتها، يعني هل هي متعبه فعلا؟ هل ممكن الواحد يغمى عليه يحصل له حاجه؟ عايزين نفهم قصه الحجامه. لا طبعا، طالما الدكتور ماشي مع الدكتور كويس خلاص، يعني عمل التحاليل كل بتاعته، التحاليل عمل يعني اهم حاجه عند السيوله والسكر والضغط عملهم كويس، عمره ما هيغمى عليه. هيغمى عليه ليه؟ تمام. هل هي مؤلمه بقى؟ لا طبعا ما فيهاش اي ولا ألم. هي بتبقى زي نظام كده تشريط خفيف؟ لا هو اصلا لا يذكر التشريط بتاعه، لا يذكر اصلا. هي حاجه سطحي زي يعني. سطحيه كمان، يعني مش هنقول سطحيه، دي حاجه يعني اقل من السطح كمان، يعني مش باينه. تمام ما بتبقاش جدا. باينه. انا هرجع لك تاني برضو على موضوع الحجامه، لكن معانا برضو الاخصائيه المتميزه طبعا معانا في المؤسسه الدوليه للتدريب. بارك الله فيك، بارك الله فيك. الاخصائيه الاستاذه نصره احمد عمر. عايزين برضو نعرف، هنكمل في موضوع الحجامه، بس عايزين نعرفه من المنظور الديني. الحجامة سنة نبوية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أوصى في رحلة الإسراء والمعراج، أوصى بها أمته. أوصي أمتك يا محمد صلى الله عليه وسلم بالحجامة، لأن بارك الله في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بارك الله في شرطة محجم وشربة عسل وكيب النار، ونهى عن الكيب النار لأن فيها أذى لابن آدم. والحجامة كانت متطابقة في الطب القديم عند الفراعنة، لقيوا على جدران الحوائط ما يثبت أن الفراعنة استخدموا كؤوس الحجامة من قرون البهائم، أن هم كانوا بيمارسوها، وبعد كده في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم استخدمناها. في الطب الحديث دلوقتي استخدمت الحجامة وبدأت يستخدموها الأطباء في بعض العيادات، أطباء العلاج الطبيعي بينصحوا بيها بعض مرضاهم، لأن الحجامة أنواع متعددة. في حجامة تشريطية اللي هي الحجامة الدموية، وفي الحجامة التدليكية اللي هي بتدخل على مواضع الألم وتبدأ بالتدليك بكاسات بدون تشريط مع دهان بعض الزيوت. طبعا دي اللي بيرشدنا بيها الطبيب العلاج الطبيعي. هو يعني زيوت قبل الحجامه ولا بتدفي الجسد قبل الحجامه، وبعدين بتستخدم الكاس بتدلك بيه المكان. انا في نقطه برضو مهمه حضرتك ذكرتها دلوقتي، موضوع ان ان الحجامه كانت موجوده من عهد الفراعنه، يعني هي مش متواجده مع قدوم الاسلام او لا، ده من عهد الفراعنه اثبتت موجوده على جدران الحوائط. اللي ذهب الى المتاحف او الاماكن السياحيه وبص على جدران الحوائط هيلاقيهم في رسومات بتثبت ان هم استخدموا الحجامه قبل كده. من ادوات الفخار ومن ادوات السماويه، وبعدين اوصى بيها بعد كده الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعد كده في الطب الحديث يعني الصينيون هم اللي عملوا لنا خريطه الجسم. يعني احنا كان المواضع الاساسيه اللي اوصى بيها الرسول صلى الله عليه وسلم هي مواضع الشقيقه، ماشي، والاخدعين والكاهل، هم دولت اللي اوصى بيهم الرسول. بعد كده الصينيون عملوا خريطه كامله للجسم من الراس حتى القدم بطريقه علميه بقى، بطريقه علميه وحديثه، وعاملين لكل حاجه لكل مكان له موضع الكاس بتاعه وكيفيه يعني التشريط. وعملوا الحجامه اللي هي التشريطيه بالطريقه بتاعتنا اللي هو الجهاز والكاس. في حجامه اللي هي بالابر الصينيه، وفي حجامه اللي هي الحجامه التدليكيه، لان دي كله يندرج تحت ايه؟ التاهيل الشامل.
بالظبط. ماشي، التأهيل الشامل، فكله مكمل لبعضه. ودكاترة العلاج الطبيعي دلوقتي يعني عادوا معظمهم بيشتغلوا بالأجهزة بجانب التدليك اليدوي، لأن أنت بتعمل تدفئة للمكان، فلما بيشتغل بالجهاز بيبقى أهلت المكان إن هو يتماثل للشفاء. تمام جدا. معلش برضو سؤال، هل واجه حضرتك بعض الحالات الصعبة وانت شغالة؟ حالات كتير قابلتني. زي ايه بقى؟ احكي لنا برضه. اصعب الحالات اللي جابت الحجامه معاهم نتيجه كويسه جدا مرضى عرق النسا، ومرضى الروماتيد، ومرضى الانزلاق الغضروفي في منطقه القطنيه اللي هي واسفل الظهر. دي جابت نتيجه كويسه معاهم لما تعمل الحجامه الكامله، اللي هو التدليك بجانب الحجامه التشريطيه مع المساج مع الفوطه الناريه. بتعمل كورس كامل للمريض، فبتجيب نتيجه كويسه جدا معاه. منها بعض الحالات كانت بتجيلي مائله، يا اما على الناحيه اليمين يا اما على الناحيه الشمال، بسبب الام عرق النسا. ماشي، لان الامه بتبقى مبرحه، مفيده جدا في المرض ده. في المرض ده بالذات، في المرض ده بالذات جربته في اكتر من حاله. بنشوف حجامه على الوجه في وعلى الراس، للعصب السابع، في للجيوب الانفيه، في لطنين الاذن، في لجلوه النظر، في للشقيقه. لا، الحجامه ليها فوائدها كتير، وبما ان زكاها الرسول صلى الله عليه وسلم فهي فيها خير ما اوصانا بشيء ما ينفعش نجادل فيه. باختصار كده يا جماعه، الأستاذة نصر يعني بتوصينا بعمل الحجامة، والأستاذة سارة طبعا بتأكد لنا إن هي مش متعبة أو ما فيهاش ألم. تمام. أستاذة سارة، طبعا حابين نعرف موضوع الحجامة مفيد لكبار السن، والأبهاتنا وأمهاتنا طبعا يعني بعد سن 60 بتلاقي ألم المفاصل، ألم الظهر، الروماتيزم، يعني ألم العظام عموما يعني. طبعا مفيدة جدا ليهم جدا يعني. لما حد مريض بيجي بعمل له عليها على ظهره، على المنطقه اللي بتوجعه سواء ظهره او رجله، بيشتكي من الغضروف، بيشتكي من القطنيه، على حسب المنطقه اللي هو بيشتكي منها، فاحنا بنعملها له. مفيده يعني لكبار السن برضه. طبعا. ومفيده برضه لخشونه الركبه من الدرجه الاولى والثانيه. ايوه، فهم دول مفيده في الدرجه الاولى والثانيه جدا، بتعالج. حلو قوي. طب معلش برضه، اضرارها بقى، هل ليها اضرار يعني؟ هي ملهاش اضرار، بس ليها ممنوعات بقى زي ما احنا اتكلمنا طبعا. الامراض المزمنه يعني. ايوه. تمام جدا. هي مفيده جدا يعني زي ما في ناس بتيجي تبقى تشتكي من المعده، في الناس اللي بتيجي فطريات اللي في البق اللي هي البيضه دي، فدي بسببها ان في فطريات في المعده، يعني بنعملها لهم كاسات كويسه في المعده. في ناس بتشتكي من القولون، فهي حلوه جدا للقولون. في مفيد جدا للرحم، بيتنشط المبايض. مفيد للسيدات لو عندهم برضه في السيدات مفيده جدا ليهم. في للتبول اللا ارادي، في ناس عندهم تبول لا ارادي سواء كبير او صغير، فهي مفيده جدا ليهم. جميل جدا. أستاذة نصرة، طبعا سؤال أخير، طبعا الوقت بيجري بينا بسرعة، بنمر بظروف صعبة في البلد. تمام. لازم طبعا نكسب وجودك معانا، وتحاولي توجهي كلمة للناس وللتجار اللي بيتلاعبوا بالأسعار، والتجار اللي مش عايز أقول جشعين أو كده. تمام. فكلمة للناس يصبروا بقى، ولا الناس تعمل إيه؟ هي احنا العصور ديت اللي احنا بنمر بيها دلوقتي، الرسول صلى الله عليه وسلم بشرنا بيها. سيأتيكم في آخر الزمان مع انتشار الهرج والمرج ابتلاءات كثيرة، منها الأمراض، منها الغلاء، منها الوباء. فإحنا محتاجين الرجوع إلى الله، محتاجين إن احنا نحب بعض أكتر، نتعاون مع بعض. مش كل واحد يبص بزاويه من ناحيته هو، ان انا اقدر اجيب ده او اعمل ده فاستغل الظروف، ملياش دعوه باللي بعد مني او باللي اقل مني. لا، لازم نتعامل مع بعض ان احنا كلنا في دايره واحده. ان غرقنا هنغرق احنا الكل، وان نجينا ببعض هننجى احنا الكل. فعايزين نلتزم ان احنا نتعلم ونعلم اولادنا، ابائنا امهاتنا اللي ربونا وعلمونا الخير والمحبه والاخاء. عايزين نرجع لهذا الزمن الجميل، عايزين نتجمع كلنا على كلمه واحده، ان احنا كلنا نحب بعض، كلنا نخلص لبعض، كلنا نتمنى لبعض الخير. الجشع مهما اغتنيت ومهما كان معايا من مال وحصلت عليه من ان انا اغلي سلعه عليا وعلى غيري، اكيد هيجي لك ابتلاء هياخد كل اللي انت عملته دوت من زاويه تانية. لازم تكون فاهم ان الايام دول، لازم تكون فاهم ان انت اللي بتعمله كله سلف ودين. الكلمه الذي انطقها بفمي ستسجل علي وستنزل علي.
يعني مش هتطلع لحد تاني. ربنا يحفظ مصر أمتنا، يا رب، ربنا يحفظ الأمة وشعب مصر. اللهم آمين. في ثواني معدودة كلمة شكر طبعا لكل من ساعدك ووقف معاكي، وطبعا للمشاهدين الكاميرا معاكي. وكلمة شكر طبعا لأهلي والأم اللي قاعدة تتفرج عليا، وإخواتي ولزوجي ولابني، ربنا يحفظهم جميعا يا رب. وشكرا لوجودي معاكم. شرفت ونورت وشرف كبير البرنامج. جدا يعني انا مع حضرتك النهارده، ويا رب اكون ضيفه خفيفه على الجمهور النهارده. شرفت ونورت. استاذه نصره برضو ومعاكي الكاميرا. الرساله اللي بوجهها هي رساله حب واخاء، محبه وموده لكل الناس. أتمنى من الله العلي القدير أن يرفع عن هذه الأمة البلاء والوباء وسيء الأسقام والغلاء، وأرجو الشكر للجميع، كل من ساهم وساعدني وخلاني وصلت للمكان ده دلوقتي. ربنا يبارك فيهم جميعا ويحفظهم جميعا ويفرج عنهم جميعا. والدكتور عمرو محروس له الشكر الخاص، إن هو صاحب فضل عليا كبير وعاوني في حاجات كتير، وهو كان صاحب فضل عليا في الرسالة اللي أنا بعملها إن شاء الله. وأرجو من الله العلي القدير الخير للجميع إن شاء الله. لينا لقاء بعد حصولك على الدكتوراه بإذن الله، ونتمنى لك يا رب التوفيق، وشرفتونا ونورتونا في البرنامج. وربنا يبارك لك ويبارك الدكاترة اللي وقفوا جنبي، والدكاترة والدكتورة يعني ربنا يبارك لها، واقفة معانا ورا الكواليس هنا، ربنا يبارك لها يا رب، طول عمرها واقفه في ظهرنا، وحضرتك برضو كنت واقف في ظهرنا يعني. بالتوفيق نتمنى لكم التوفيق، وشرفتوا ونورتوا. اعزائي المشاهدين لسه معانا فقرات تانية كتير، تفضلوا بالبقاء معنا، ولكن بعد هذا الفاصل. شكرا للي مشرفنا، واللي عمره في يوم ما خذلنا، واللي في الظهر تملي في افراحنا وقبلها احزاننا، والناس الشايله همومنا، واللي قابلنا بعيوبنا، واللي جابرين خواطرنا بجد الدنيا دي بيهم جنة. شكرا على الكلمة الحلوة اللي بتتقال فتغير مودنا، شكرا للناس اللي فارق جدا في حياتها وجودنا، شكرا على النية الصافية والناس بوعودها وافية، دايما في الشدة وجودهم بيها واللي ناقص عمحنا، شكرا على أجمل ضحكة، شكرا ولكل الناس السالكة اللي على العشرة بتبقى بهدلهم 100 مليون وردة، شكرا على ربط الغيبة والقلب المليان طيبة، والشكر لكل حبيبة واقفة في ظهر حبيبها وساندة. شكرا على حب الغير للغير من غير اي نفسية، والاي نصيحة تطلع من قلب القلب في وقتها جاية، واصحاب ملهاش في مصالح مهما زعلت بتزهق. ورجعنا لحضراتكم تاني بعد الفاصل، ومعانا ضيوف أعزاء وطبعا متميزين جدا في المجال الخاص بيهم، مجال التأهيل الرياضي الشامل والكايروبراكتيك. هنعرف منهم معلومات كتيرة جدا في مجالنا، لكن خلونا نرحب بيهم. معانا الكابتن محمد شاهين، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك. أيضا معانا الكابتن محمد حلمي، أهلا وسهلا بحضرتك.
كابتن محمد، هنبدأ بيك الأول. حضرتك أخصائي تأهيل شامل، عايزين برضو نعرف السادة المشاهدين ايه هو التأهيل الشامل من ناحية الرياضية. تمام. التأهيل الشامل عبارة عن بيبقى حجامة، تمام، معاه مثلا إبر صينية، فوط نارية، تدليك بأنواعه العلاجي والغير علاجي، الاسترخائي، والكاروبراتيك اللي هي تقطيع الجسم، او بالمعنى الشائع اللي موجود حاليا موجود مع الدنيا، اللي هو السمكرة السمكري. هو طبعا عايزين يعني بنسمع كتير جدا كايروبراكتيك، وبنسمع كتير جدا موضوع الطقطقة، في عايزين نفهم برضو الحتة دي لأن عليها كلام كتير. يعني في ناس كتير، وكان حصل مشكلة كبيرة قبل كده تمام ان حد حصل التواء في النخاع الشوكي، وحصل مشاكل وحاجات زي كده. ففهم السادة المشاهدين برضو. يعني هي فكرة الالتواء عامة اللي حصلت مع الشخصية اللي كانت موجودة ممكن تكون دي حسب الكابتن اللي كان موجود اتعامل معاها بقوة جسدية أعلى شوية، فحصلت مثلا معاها المشكلة دي الالتواء، اللي هو مثلا عمل فكرة تقطيع الرقبة بشو ما ينفعش مع الجسد ده، أو مع فكرة التعامل مع الجسد ده. الجسد ده ممكن يكون محتاج قوة أقل شوية عشان أقدر أتعامل معاه، وفي نفس الوقت أخد نتيجة أفضل. في كل جسم مثلا بني ادم، مثلا ما تجيبش بني ادم رياضي زي بني ادم عادي، فانا بحاول قدر الامكان ان انا اتعامل مع يعني ميكانيكيه الجسم، اللي هو ازاي ان انا اتعامل. ده ضعيف اقدر اتعامل بالضعف، ده قوي اقدر اتعامل معاه بالقوه. فدي الفكره، بحدد الحاجه دي، وقبليها لازم تبقى فيها اسئله. طبعا حضرتك عندك مصاب مثلا في الرقبه، عندك مشكله مثلا في يعني المفاصل، في مرضى يعني مثلا بيجي لي عندهم الرابعه والخامسه، في مثلا في الام في لازم تعرف التاريخ المرض لازم بتاعه وقد ايه، وسبب الاصابه كانت ايه. ايوه، ولحد دلوقتي في اصابه موجوده ولا ضعيفه ولا لا. فبناء على كذا بتعامل معاه على كذا. تمام. في ناس جات لي كانت عندها غضروف، بامر الله الحمد لله فكتهم. في ناس كانت عندها الاوتار كانت مشدوده بسبب الارهاق وبسبب الحركه الكتير والكلام ده كله، فبعمل لهم برضو نظام تدليك ارتخائي عشان يقدر يتعامل تاني فيما بعد. لو بتحتاج الكايروبراتيك تبقى موجوده، بتعامل كايروبراتيك. اتكلمنا في التدليك طبعا، وهندخل بقى على المتخصص الكابتن محمد حلمي. عايزين برضو نتكلم شويه عن التدليك. يعني حضرتك اشتغلت قبل كده جلسات؟ تمام. اشتغلت جلسات تدليك. هل التدليك دوت ليه زيوت معينه ولا اي زيت متواجد ممكن تشتغل بيه؟ التدليك بيشتغل بيه بانواع، ليه انواع زيوت، زي يعني مثلا الشائع مثلا زيت الزيتون. وممكن يبقى عليه اضافات تانية مثلا. اضافات تانية ليها اضافات تانية، زيت زيتون وزيت جسر الهند. ايوه. وزيت جونسون وزيت برافين. دي بتبقى يعني مجموعه كده مع بعضها، صح؟ ولا كل حاجه لوحدها؟ لا، في تبقى ممكن تبقى تركيبات، وفي ممكن تركيبات مثلا عشان زيت الزيتون بيبقى ريحته يعني فزه قوي. فمثلا بحط مثلا زيت الياسمين، حبه البركه، زيت النعناع بالظبط. في انواع زيوت بتبقى اللافندر. ايوه بالزبط. في حاجات زي اللي هي ايه برضو بتساعد على امتصاص الجسد، وفي نفس الوقت بتخلي ريحه الجسد جميله. في زيت الورد جميل جدا برضو. فدي انا بكسر زيت الزيتون اهو الفايده فيه، وفي برضو في فايده من بعض الزيوت الثانيه. فبرضو في نفس الوقت انا مش هخلي المريض او البيشنت الموجود عنده مثلا ريحته مش لطيفه. وبرضو انا قبل ما اجي او اتعامل معاه كتدليك لازم اتعامل له برضو الوقايه. أيوة. اساله شوف عنده انت مريض ضغط، مريض سكر، مريض سيوله. لازم اتعامل معاه بجميع من يعني انت جاي انت مريض، انا اعرف انت مريض ازاي. فلازم اخش اعرف انت فيك ايه. انت مثلا عندك ضغط عالي، احاول اتعامل مع الضغط العالي. بالظبط. عندك مثلا سكر، احاول اتجنب السكر شويه مع بعض الناس، لان في درجات انت ما ينفعش ان انت تغامر فيها كمثلا كتاهيل شامل. يعني بتجنبهم لازم شويه. لازم يتابع مع الدكتور الطبيب المعالج بتاعه. تمام. لو هو اوصى ان هو يبدا يعني مثلا يعمل الجلسات تاهيل او كده، فحضرتك بتعمل له جلسات بناء عن ايه؟ ارشادات كلام الدكتور طبعا، ارشادات الطبيب. تمام. كابتن محمد حلمي، طبعا عايزين كده نتكلم مع بعض اكتر تمام في موضوع برضو التدليك. يعني اكتر الفئات اللي بتجيلك مثلا رياضيين ولا اتوقع رياضيين، صح؟ اتوقع رياضيين طبعا. طيب
الشد العضلي والم الظهر والحاجات دي بتتعامل معاها، يعني بتعمل لها مثلا تدليك مساج. ولا فوطه ناريه ولا بتعملها ايه بالظبط؟ يعني الشد العضلي مثلا، انا جالي مريض رياضي مثلا عنده شد عضلي مثلا، بستخدم معاه المساج السطحي مثلا، تمام. المساج الخفيف. تمام. تفهمني. مثلا عنده رطوبه في الجسم، بشتغل معاه فوطه ناريه، تمام. بتنشط له الدوره الدمويه وبتوسع له الشعب الهوائيه، بتعمل له تفتيح للشعب الهوائيه، جميل أوي. وبتستخرج الرطوبه من الجسم. تمام. يعني الفوطه الناريه بيبقى فيها نار فعلا بتولع وكده، ولا يعني انا لما بحثنا وكده فعايزين نعرف هل فيها خطوره؟ لا، يعني لا. فيها خطوره على الشخص نفسه، درجه حراره عاليه ممكن تولع في حاجه، ولا الموضوع بيكون امان؟ الموضوع بسيط جدا، ما فيهوش الم. بتستخدم فيها ايه طيب؟ عايزين برضو نعرف الساده المشاهدين. الفوطه الناريه عباره عن فوط بتحط على جسم المريض، بيبقى معاه كحول تمام. وولعه، تمام. بتستخدمها مع المريض بطريقه معينه طبعا. بطريقه معينه طبعا بتشتغل بيها. تمام. كابتن محمد شاهين، عايزين يعني موضوع الكايروبراكتيك هل ليه سلبيات؟ يعني هل ليه مخاطر او كده؟ اكيد، بس فكره سوء التعامل بالكايروبراتيك، ان انا ازاي كابتن او مثلا او ان انا اخصائي كايروبراتيك هتعامل مع المريض ده اللي قلت لحضرتك قبلها من شويه. انا ممكن اذي بني ادم من غير ما اقصد. بالظبط. ممكن اكون عندي او انا شخصت حاله غلط، فممكن يكون عامل له مشكله، زي مثلا حصلت في التواء الاستاذه، جالها التواء في اللقاح الشوكي. فانا مثلا في ناس كتير جدا بتجيلي بتخاف من فكره طقطقه الرقبه. انت ازاي بتمسك رقبه بالطقطقه؟ ففي ناس بتعمل بطريقه، يعني كل مكان وليه طريقته. صح. انا كطريقتي بحاول اتعامل مع الميكانيك بتاع الجسم. انت ربنا خلقك ازاي؟ رقبتك بتلف ازاي؟ بتمشي ازاي؟ انا بطقطقك بنفس اللي ربنا عامله لك. مش بعمل شو او بعمل كذا، انا مش قصدي حاجه او تقليلا من زمايلي، يعني طبعا دول ناس قبل مني واقوى مني. بس الفكره كلها انا بمشي بالميكانيك بتاعتك. انت مثلا عايز تحفيز للجسم، انا عمري ما هديك تحفيز للجسم غير لما بعمل معاك تاهيل نفسي وبدني. بالظبط. بجيبك تكلموا الاول تاهله خليك تثق فيا بمعنى كلمه أيوة. الثقه يعني. بعد كده ابتدي اتعامل معاك ان انت تثق في ان البني ادم ده مش هيأذيك. أيوة. انت جاي عشان تشيل الالم من عندك. تمام. فانا بحاول قدر الامكان ان انا اخرجك من عندي انت مبسوط، انت فعلا المك اتشال باي الوسائل بقى تبع التاهيل الشامل، حجامه، ابر صينيه، كايروبراتيك، تدليك، فوط ناريه. تمام. بس اغلبيه اللي بيجي لي رياضيين وغير رياضيين بيجوا لي عشان الكايروبراتيك، لان هم بيحبوا سمع صوت الطقطقه. ايوه بيرتاح بعدها. اللي هو الايحاء او الفكره كلها ان انت لما بتجي لي مثلا انا عايز اطقطق ظهري، كل اللي بيجي لي مثلا الرابعه والخامسه، مثلا العجزيه اللي هي القطنيه او تحت القطنيه، مثلا الرقبه، مثلا الظهر من فوق، مثلا الكتف، المفاصل، الحاجات دي كلها دي بتفرق. مثلا تيجي تقطع صوابع، انا برضو ضفت حاجه جديده ان انا ممكن اطلع الصداع من غير اسبرين بالتدليك الراسي. تمام جدا. في التأهيل بقى البدني والحركي، لو جالك مثلا واحد عامل عملية مثلا أو حاجة، هل بتستخدم أجهزة الجيم والأجهزة الرياضية في موضوع التأهيل؟ لازم، عشان أتأكد إن هي ممكن تكون الإصابة مش محتاجة أكتر من إن هي ممكن تأهيل رياضي. مثلا نزله جيم أو أخده مثلا الجيم، أبتدي إن أنا أتعامل معاه كثقل، ازاي ان انا اخلي الكيفيه بتاعت الرجل مثلا او الايد او الاصابه فين بالظبط، اتعامل معاها ان هي ترجع لطبيعتها تاني. ففي حاجات لكل مريض ليه سيستم، يعني كل مريض ليه مثلا طريقه. مثلا في مشكله في الرباط الصليبي، في مشكله مثلا في الاوتار، في مثلا مشكله في مشط الرجل، في مشكله مثلا في الايد، في مشكله مثلا في مفصل الايد، الصوابع، الرقبه، الظهر. فكل حاجه ليها تعامل. مثلا لو محتاج جيم بنزله بعمل له تاهيل جيم، محتاج مثلا تدليك بعمل له تدليك، محتاج كايروبراتيك بس بعمل له كايروبراتيك بس، محتاج جميعا بعمل له جميعا. سريعا طبعا كابتن محمد حلمي، الوقت بيمر معاكم يا كباتن بسرعه، احنا محتاجين في الكلام التاهيلي يعني ساعات وساعات، لكن سريعا حابين برضو نعرف من حضرتك الحجامه هل ليها اضرار؟ يعني ممكن تاذي حد او حاجه؟ طبعا. مثلا اضرار الحجامه، لا يعني مثلا مريض سيوله الدم دوت المحظورات بقى، اللي هو المناع اللي عنده كذا او عنده كذا ممنوع. مريض الغسيل الكلوي طبعا، الامراض المزمنه عموما يعني ممنوع عنها الحجامه.
تمام. كابتن محمد شاهين، طبعا شرفتنا ونورتنا، لكن ربنا طبعا الكاميرا معاك، لو حابب تقدم كلمة شكر لأي حد دعمك، لأهلك، لحد ربنا يخليك يا دكتور عمرو. انا طبعا مستمتع بحضرتك ومستمتع باللقاء الجميل ده جدا. وحضرتك حضرتك طبعا من ضمن الناس اللي ساعدتني، ودكتوره سندس ساعدتني طبعا، المؤسسه الدوليه للتدريب، وطبعا الاهل وطبعا الاصدقاء وطبعا الكلام ده كله من ضمن الحاجات اللي بجد فعلا الواحد ابتدى انه يخش فيها بثقه بسبب حضرتك ووالدتي والعيله والحياه. فحاجه جميله جدا. احنا طبعا بنقدم كل التحيه وكل التقدير لاهلك طبعا، والكابتن محمد على المستوى الشخصي يعني مهذب وشخص محترم، فليكم كل التحيه وليكم كل التقدير. وبرضه بنوجه عشان ما ننساش برضه الدكاتره الاكاديميه، وعلى راسهم طبعا الدكتور المحاضر الدكتوره سندس الجندي، ليها كل التحيه وليها كل التقدير، وجميع الساده المحاضرين معانا. محمد برضه حابين نسمع منك كلمه اخيره في نهايه الحلقه. بشكر حضرتك يا دكتور عمرو، وبشكر طبعا الدكتوره سندس الجندي صاحبه الفضل عليا طبعا اللي انا اوصل المكانه ديت، وبشكر طبعا والدي ووالدتي واصدقائي، وتحيه لكم كل التحيه والتقدير. كل التحيه والتقدير لحضراتكم. شرفتوا ونورتوا البرنامج، وان شاء الله لينا لقاءات تانية متعدده باذن الله. اعزائي المشاهدين، كان معانا النهارده ضيوف متميزين، وطبعا كلهم خريجين من المؤسسه الدوليه للتدريب والتثقيف. ليهم كل التحيه وليهم كل التقدير. الفقره الاولى والفقره الثانيه طبعا ان شاء الله لينا فقرات ثانيه متتاليه. سعدنا بحضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.